قام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بزيارة تفقدية للقنصلية العامة للجمهورية اليمنية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية للاطلاع على سير الأعمال في القنصلية. وكان في استقباله القنصل العام لبلادنا في جدة السفير علوي بافقيه. وطاف البركاني ومعه عضو مجلس النواب علي العنسي بأقسام القنصلية، مستمعا من السفير بافقيه وأعضاء البعثة إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل القنصلية العامة وأوضاع وقضايا المغتربين اليمنيين وسير إجراءات معاملاتهم. وثمن رئيس مجلس النواب جهود الكادر العامل في القنصلية العامة وقيادتها في جدة وحرصهم على إنجاز معاملات المغتربين في وقتها المحدد وبكفاءة عالية لخدمة اليمنيين. حاثا قيادة ومنتسبي القنصلية على مواصلة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات لأبناء الجالية اليمنية. ومن جانبه استعرض السفير بافقيه ما تقدمه القنصلية العامة من خدمات للجالية بمختلف شرائح سواء المغتربين أو الزائرين، ومختلف القضايا المتصلة بعمل القنصلية وخدمة أبناء الجالية.